السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد غياب طويل أنا عارف، إن شاء الله بنستكمل شرح كتاب Community Pharmacy للكاتب بول راتر. كنا شرحنا قبل كده الكف وشرحنا الكومن كولد، وبإذن الله النهاردة هنشرح السور ثروت. للي مش متابع، احنا بنشرح كتاب الكوميونتي فارماسي ده. لو انت معاك النسخة الورقية او لو مش معاك ممكن من بي دي افاية على الموبايل او تابلت او ايباد ايا كان. المهم تابع معايا الشرح، ما تكتفيش ابدا بان انت هتسمع بس الكلام. ويا ريت يكون في نوت بوك بناخد فيها الملاحظات بتاعتنا، بحيث نرجع لها في اي وقت واحنا بنراجع مرة تانية. طيب ندخل في الموضوع على طول. النهارده باذن الله هنتكلم عن المشكله الثالثه وهي السور ثروت، وهي الام الحلق. لما بيجي لي مريض بيشكي بشكل مباشر: يا دكتور انا زوري بيوجعني. يلا ندخل في التفاصيل. اول شيء كالعاده، الكاتب دكتور بول راتر بادئ ب باك جراوند عن بادئ بباك جراوند كعادته. بسم الله. في الباك جراوند دي هو بيقول any part of the respiratory mucosa of the throat can exhibit symptoms of pain. اي مكان في الميوكوزا بتاعت في الغشاء المبطن للريسبيراتوري سيستم ممكن يعمل اعراض الم، ممكن يتسبب في ظهور الم. ده بيتضمن الفارينكس البلعوم، وده ما يطلق عليه الفارنجايتس. اوكي، ده ما يطلق عليه الفارنجايتس لما يكون الالتهاب في منطقة البلعوم، او تونسلايتس لما يكون في اللوزتين الاتنين جنب بعض، الاتنين في نفس المنطقة تقريبا جنب بعض. واللوز علشان برضو نكون فاهمين، اللوز هم مش مجرد لوزتين موجودين في مكان واحد بس اللي هم في المنطقة دي. لا، احنا عندنا الثلاث اماكن فيها تونسلز، لوز. في عندنا في اخر النازوفارينكس، في اخر التجويف الانفي البلعومي كده، في عندنا لوز. وفي اللوزتين اللي مشهورين اللي موجودين هنا في اخر الزور. وفي لوزة صغيرة في تحت اللسان، في اخر اللسان من تحت. لكن طبعا الاشهر اللي احنا بنشوفها دايما ولما بنفحص الاطفال او كده بيكون اللوزتين اللي في اخر الفم كده، بنشوفهم بيكونوا واضحين ومتضخمين. فعايزين نقول انه الالم ممكن يكون في الزور، في الحلق نفسه فبنسميه فارنجايتس، او في اللوز اللي هي الليمف نودز دي وبنسميها، او العقد الليمفاويه او الغدد الليمفاويه دي وبنسميها تونسلايتس. تمام. هنا بقى بيقول كلمة مهمة جدا. هنا بيقول كلمة غاية في الأهمية، وهي إيه؟ إنه الكلينيكال ديستنكشن، إن إحنا نفرق كلينيكيا وعمليا بين الفارنجايتس والتونسلايتس. الحقيقة ده أنكلير وصعب شوية إن إحنا نحط تفريقة واضحة جدا بين الاتنين. هنعرف التفاصيل قدام، لكن خلينا ناخد المعلومة دي دلوقتي انه التفرقة بين الاتنين unclear. البين can range from irritation to severe pain. خلي بالك برضو دي نقطة مهمة جدا. درجة الألم لما يجي مريض يقول لي زوري وجعني، خلي بالك لازم تسأل زورك وجعك قد ايه، لانه انا عندي لانه انا عندي درجات للألم ما بين عفوا ما بين الاريتيشن، التهاب كده، حكه في اخر الزور، اكلان في الزور كده، لدرجه يعني نتدرج لحد ما نوصل لسيفير بين، الام حاده جدا في الزور، المريض مش قادر يبلع اي شيء ولا حتى ريقه، الم حاد جدا مع اي محاوله للبلع. وبالتالي من المعلومات المهمه ان احنا نخلي بالنا منها انه الاريتيشن عندنا الدرجات بتاعه الالم ما بين الاريتيشن لحد ما نوصل لدرجة السيفير بين. السور throats are often associated with the common cold. ده معروف، احنا لما شرحنا البرد والرشح قلنا انه من الاعراض، احد الاعراض المشهوره للبرد الكومن كولد انه بيكون فيه سور ثروت، الام في الحلق. لكن طبعا الدرجه بتاعت الالام الكومن كولد بتكون خفيفه وهاديه غالبا يعني. However, in this section, people who present with sore throat as a principal symptom are considered. هو يعني برضو بيقول هنا انه ايه، احنا تركيزنا الاساسي على الناس اللي جايه تقول يا دكتور، تمام، زوري وجعني، او جاي يقول يا دكتور عايز حاجه لوجع الزور. تمام، يعني الكلام كله على ايه؟ سور ثروت بالتحديد. تمام. طيب
كعادة الكاتب لازم يبدأ بشوية إحصائيات، وهنا الإحصائيات دي احنا برضو ايه بنتكلم على بريطانيا والمملكة المتحدة، ما بنتكلمش على مصر ولا منطقة الشرق الأوسط، ولكن الحقيقة انه الإحصائيات هنا تكاد تكون واحدة زي عندنا، ويمكن عندنا الوضع أكبر، هنعرف دلوقتي ليه. طيب السور ثروتس are extremely common، يعني ايه؟ حاجة مشهورة جدا جدا جدا. الإحصائيات بتقول إنه في المملكة المتحدة الجي بي اللي هو الدكتور ممارس عام، يعني اللي هو الدكتور اللي إيه اللي بيشوف كل الناس ده، مش متخصص، بيجيله تقريبا من كل 2000 مريض تقريبا 120 مريض سنويا الشكوى بتاعتهم ثروت انفكشن. يعني تقريبا من كل 1000 في 60 واحد عندهم ثروت انفكشن، عدوى في الزور. خلي بالك بقى من نقطة مهمة. However, 4 to 6 times as many people will visit the pharmacy and self-treat. يعني تقريبا 4 إلى 6 أضعاف هذا الرقم ما بيروحوش أصلا الدكتور، يا بياخد حاجة في البيت، يشرب حاجة سخنة، يا بيروح الصيدلية. 4 إلى 6 أضعاف هذا الرقم. إذا المتوقع إنه تقريبا من كل 2000 حالة ممكن العدد يوصل لتقريبا نصهم بيكون عندهم مشاكل في الزور. لو أخدنا بنفس الإحصائية دي، يعني ضربنا العدد اللي هو 120 في 6، بنتكلم تقريبا في 600 و 720 مريض من أصل 2000 مريض جايين بمشاكل في الزور. فالخلاصة اللي عايزين نقولها إيه؟ الفكرة يعني من الإحصائيات دي كلها إيه؟ إنه اللي إحنا بنشرحه النهاردة حاجة هتجيلك كتير جدا في الصيدلية. يعني دي حاجة من المسلمات اللي مفيش فيها يعني إيه، مفيهاش أي إبداع الحقيقة. خلينا نروح على نقطة مهمة برضو في السياق ده، وهي إنه الشخص on average في المتوسط الأدلت، الشخص البالغ غالبا بيجيله السور ثروت من 2 إلى 3 مرات سنويا. فاللي احنا بنتكلم فيه ده هيجيلك في الصيدلية، إن ما كانش كل يوم ممكن يبقى يوم ويوم، كل 3 أيام لازم هيعدي عليك حالات سور ثروت في الصيدلية. ركز معايا. طيب دلوقتي في سؤال مهم جدا هيطرح نفسه، وهو الاتيولوجي. ايه الاسباب، يعني ايه المسببات اللي تخلي السور ثروت كومون كده ومشهور كده؟ يعني ايه اللي بيعمل السور ثروت؟ هتلاقي انه الدخله كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه viral infection accounts for between 70 to 90% of all sore throat. المعلومه دي الحقيقه يعني انا عايز ابروزها برواز كبير جدا هنا، انه الفيرال انفكشن من 70 ل 90%. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه شرح موضوع الام الحلقه بتقول لك تقريبا 90% من الحالات مش هتحتاج مضاد حيوي، فوفر على نفسك المجهود. يعني اللي هنتعب فيه هو تقريبا من 10 ل 30% من الحالات. يعني من كل 10 حالات تدخلك عندهم سور ثروت تقريبا 7 8 9 مش محتاجين مضاد حيوي. فقبل ما ندخل في تفاصيل، لو انت من الناس اللي بيملوا مش هيكملوا الفيديو، اسهال المضادات الحيويه اللي شغال مع اي حاله سور ثروت تدخل لي الصيدليه ده خطأ تماما تماما تماما. ده جريمه في حق المريض وجريمه في حق المجتمع كله، ان احنا نفضل ندي مضادات حيويه على الفاضي والمليان لاي حد يدخل يقول لك يا دكتور زوري وجعني. ماشي نكمل. طيب remaining cases بقى nearly all bacterial، يعني تقريبا من 10 بقى ل 30% للحالات المتبقية مش فيرال. remaining nearly all bacterial with the most common causing being group A beta hemolytic streptococcus اللي هي ليها اسم آخر اللي هي streptococcus pyogenes، أو برضو ممكن تلاقي اسم آخر بيطلق عليها في بعض المصادر اللي هي الجاس. لو لقيت جاس بكتيريا يبقى هنا بيقصد جروب A ستريبتوكوكس، GAS جروب A ستريبتوكوكس. تمام، يبقى هي دي العدو الأول والأشهر لو بنتكلم بكتيريال، اللي هي من 10 ل 30%. هنعرف دلوقتي ازاي نفرق بينهم. كالعادة بعد كده الكاتب دكتور بول راتر بيدخل على arriving at a differential diagnosis. النقطة الأهم كالعادة في كل فيديو
ازاي نوصل لتشخيص سليم، ازاي نعرف نفرق بقى بين الفيرال والبكتيريال والانواع الاخرى اللي ممكن تسبب الام الحلق او المشكلات الاخرى اللي ممكن تسبب الام الحلق. نركز كويس قوي في النقاط اللي جايه دي. طيب هو هنا بيبدأ بمعلومة مهمة جدا انه the overwhelming majority of cases will be acute and self-limiting. فيعني مش الحقيقة مش هنتعب قوي في بديهيا كده اغلب الحالات acute and self-limiting. خلاص. المفاجأة اللي عايز أبروزها هنا بخط أحمر عملاق كده whether viral or bacterial، يعني سواء أصلها أو هي بسبب فيروس أو حتى لو بسبب بكتيريا، أغلب الحالات بتخف لوحدها. إيه ده يا دكتور؟ يعني حتى البكتيريا لو أنا ما اديتلهاش مضاد حيوي هتخف لوحدها؟ تخيل، حتى لو بكتيريا ما اديتلهاش مضاد حيوي هتخف لوحدها. أنت متخيل الناس كانت بتعيش إزاي قبل اختراع المضاد الحيوي؟ يعني هل الأطفال اللي كان بييجي لهم لوز قبل اختراع المضاد الحيوي كان كلّهم بيموتوا؟ أي طفل ييجي له لوز bacterial infection خلاص كده ما فيش self limiting، المناعة ما بتعملش أي حاجة، الطفل هيموت؟ لا عادي ما بيموتش. الدور بياخد له وقته بضعة أيام، 3، 4، 5 أيام، والجهاز المناعي بيبدأ يتعامل مع البكتيريا دي وبيقتلها. الحقيقة الستريبت من البكتيريا اللي الجهاز المناعي عنده قدرة كويسة تجاهها. فبشكل عام يعني علشان ما نقلقش الكيس دي سهل يتعمل عليها كنترول من الجسم سواء فيرال او بكتيريال. ولكن الحقيقه ان احنا في العصر اللي احنا فيه ده لو الحاله بكتيريال لا يعني يفضل ان احنا نتعامل دايركتلي وندي مضاد حيوي. المهم هندخل في النقاط دلوقتي ازاي نعرف اذا كانت فيرال ولا بكتيريال. طيب كلينيكالي خد القاعده برضه اللي بتزعل قوي دي. كلينيكالي differentiation between viral and bacterial infection is extremely difficult. extremely شاف الراجل يعني ايه تحسه كده يعني بيجيبها من جوه قوي. extremely difficult صعب قوي ان احنا نفرق بين الفيرال والبكتيريال. although specific symptom clusters are suggestive for sore throat of bacterial origin. عندي بعض الاعراض كده لما بتكون موجودة مع بعضها ده بيقول لي الاحتمالات أكبر إنه يكون سبب المشكلة bacterial origin. طيب but there are not fool proof، ما عندناش إثباتات مؤكدة، لكن يعني على كل حال other causes of sore throat also need to be considered. عندي أسباب أخرى ممكن تسبب آلام الحلق هنحطها برضو في الاعتبار. وعندي table 2.7 highlight those conditions that can be encountered by community pharmacists and their relative incidence. طيب 2.7 خلينا نشوف اهو ده الجدول 2.7 اللي هو بيقول عليه ايه هي الاحتمالات بتاعه السور ثروت او الام الحلق لما يجي لي مريض بشكوى يا دكتور زوري وجعني. most likely رقم 1 اكتر حاجه هتقابلنا في حياتنا viral infection، وبالتالي no antibiotics يا جماعه. شعار اللايف النهارده، شعار الفيديو النهارده no antibiotics. الحاجة اللي بعد كده اللايكلي رقم 2 لاحتمالات أقل شوية اللي هي زي ما قلنا تقريبا من 10 ل 30% بتكون ستريبتوكوكال انفكشن، عدوى بكتيرية، وهي دي الحالة الوحيدة اللي هندي فيها الانتيبيوتيك. الحالة اللي بعد كده 3 دي unlikely، دي حالات بقى منخفضة جدا، الجلاندولار فيفر والتروما. و very unlikely ده يعني حاجة نادرة جدا 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 الكارسينوما اللي هي سرطان البلعوم او سرطان اللوزتين عافانا الله واياكم، وان يكون ميديكيشن انديوزد ادويه معينه هي اللي سببت السور ثروت، ودي حالات نادره. طيب هناخدهم واحده واحده وهنعرف ازاي نفرق بين الحالات دي وازاي نميز كل حاله فيهم. بعد كده بيقول انه عندك نقطة مهمة جدا كالعادة احنا متعودين عليها ان احنا لازم نسأل اسئلة symptom specific questions علشان تساعدني اوصل لدايجنوز وتشخيص سليم، ودي موجودة في تيبل 2.8. خلينا برضو نبص عليها ايه هي الاسئلة اللي هنسألها للمريض. اول حاجة الايج اوف بيشنت، عمر المريض هنسأله. طبعا كالعادة لازم نسأل اصلا مين المريض، يعني هو موجود قدامي ولا هو بيتكلم على المدام ولا بيتكلم على والده ولا بيتكلم عن مين المريض. وعايزين نعرف عمره كام سنة.
ليه بقى بسأله السؤال ده؟ المريض عنده كام سنة؟ على الرغم من انه الفيروسات هي الاشهر موست كومون في كل الحالات بشكل عام، ولكن خلينا نقول انه الاطفال تحت 3 سنين الستريبتوكوكس از ان كومون، مش مشهور قوي ان يكون السبب بكتيري. واللي تحت 30 سنة متقسمين، عندي الأطفال من 5 ل 10 سنين دول أكثر عرضة إن هم يجي لهم البكتيريال انفكشن. تمام، دي بكتيريال. ومن 15 ل 25 دي حاجة اسمها الجلانديولر فيفر، وهنعرفها دلوقتي بالتفصيل، ودي برضو فيرال ولكن بحاجة اسمها إبشتاين بار فيروس اي بي في، هنجيلها دلوقتي بالتفصيل. لكن السؤال بتاع العمر هيفرق معايا في ايه؟ لو الشخص مراهق بنتكلم من 15 ل 25 تقريبا، في السن ده بيكون جلانديولار فيفر هي الاكثر شهرة، بينما من 5 سنين ل 10 سنين اللي هو عمر المدرسة ده بيكون البكتيريال انفكشن ضربة في وسط العيال، واقل من 3 سنين بيكون غالبا مش بكتيريال. فنقدر نقول بشكل عام ان جنرال بقى قاعدة عامة كده، الاطفال غالبا بتكون بكتيريال، المراهقين فما فوق بتكون فيرال، لكن في المراهقين في حاجه اسمها ايبشتاين بار فيروس او جلانديولار فيفر، هنجيلها دلوقتي وهنشرحها ايه هي. وما بعد ال 25 غالبا بيكون فيرال، الفيروسات العاديه بتاعه الكومن كولد ما بنقلقش منها خالص. طيب الحاجه اللي بعد كده هنسال وهنفحص لو في تندر في السيرفيكال جلاندز، هل في الم في اللوزتين، خلاص، او ورم في اللوزتين. اون اكزامينيشن بالفحص هنلاقي المريض اللي عنده جلاندولار فيفر، سواء جلاندولار فيفر او ستريبتوكوكال سور، يعني خلي بالك جلاندولار فيفر دي فيروس وستريبتوكوكال بكتيريال، الاثنين have markedly swollen glands، بيكون عندهم ورم في اللوزتين. ايه ده؟ يعني هو مش كل حد عنده اللوز ورمه تبقى بكتيريال ومحتاج مضاد حيوي؟ تخيل، لا، مش كل حد زوره وارم يبقى محتاج مضاد حيوي، احيانا بتكون فيرال واحيانا بتكون بكتيريال. طيب نكمل. This is less so in viral sore throat، يعني ده بيكون اقل في الفيرال سور ثروت التقليدي. بعد كده التونسلر اكسديت او وجود صديد على اللوز، بيكون فيه بالتأكيد صديد أكتر، يعني بطبيعة الحال على البكتيريال rather than الفيرال. إذا وجود صديد، هل في صديد؟ أو أنا بعيني بفحص بقى هل في صديد ولا لأ. وجود صديد بيرفع احتمالية إنه يكون بكتيريال. آخر حاجة وجود ulceration، قرح، تقرحات في اللوز، بيكون ده هيربتي فورم من الهربس، يعني هيربتي فورم. And herpes simplex ulcers can also cause soreness in the mouth especially in posterior part of the mouth. بيكون في تقرحات زي عارفين كده لما حد يطلع له هيربس كده هنا، بيكون حاجة شبهها بس جوه في الزور، وعاملة ألسرز كده في آخر الزور. الحقيقة يعني مش من الحاجات المشهورة قوي، وغالبا اللي هيعرفها الطبيب، يعني الحقيقة صعب ان احنا نعرف نميز الالسريشنز دي. لكن ممكن بالممارسة، من كتر ما تشوفها، يعني من كتر ما تبص على زور الأطفال والأدلتس، بتبدأ تلاحظ الألسرز دي إن هي مختلفة عن الصديد ومختلفة عن الشكل التقليدي للبكتيريال تونسيلايتس. طيب ده يعني ده الاناتومي بتاع الزور. المفروض ان احنا لما بنكشف الزور بنبص بكشاف، يعني يكون في كشاف معايا كده مثلا بالموبايل ولا حاجة. خلاص، ادي الموبايل وادي الكشاف بتاعه، وببدأ احط التانج ديبريسور او خافض اللسان على طرف يعني بحطه من الجنب من الناحية دي او من الناحية دي، ما احطوش من النص عشان الطفل ما يجيلوش جاج ريفلكس يبقى عايز يرجع. بحطه من الجنب وبحاول اشوف هل في على اللوز صديد ولا لأ، هل ورمة ومتضخمة ولا لأ، وكذلك على مؤخرة الحلقة أو منطقة الزور من ورا خالص. طيب بعد كده بيقول ال acute pharyngitis is characterized by the rapid، احنا اتكلمنا في النقطة اللي فوق دي الفيزيكال examination. لا لسه، معلش ندخل على الفيزيكال examination.
في الفيزيكال اكزامينيشن يعني يعتبر انا اتكلمت فيها بس هنمشي معاه برضو خطوه خطوه. after questioning بعد ما تسال الاسئله بتاعتك اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي حالا the pharmacist should inspect the mouse لازم تبص على الزور and cervical glands ومنطقه اللوز located just below the angle of the jaw the aid to aid the differential diagnosis. الاكزامينيشن requires a good light source طبعا هنحتاج كشاف وغالبا كشاف الموبايل. These steps should be followed. المفروض انه الشخص المريض seated so that the examiner can be at eye level إن يعني ما يكونش المريض اعلى منك. يعني ما تبقيش انت دكتوره اصلا 150 سم والبيشنت اطول منك وهو واقف وانت بتحاولي تبص مش منطقي. لازم يقعد يا اما يكون في نفس المستوى بتاعك يا اما انت اعلى منه بحيث هو لما يفتح الفم انت تكوني كشفاه بالكامل. تاني حاجة ask the patient to say اللي هو لو طفل قول يا حبيبي قول يا بابا كده بحيث نشوف الزور. This should allow you to see the posterior throat ده هيخليك تشوف الزور من الخلف. Pay particular attention to the size of the tonsils. ايه الحاجات اللي احنا بنخلي بالنا منها؟ ايه الحاجات اللي بنخلي بالنا منها؟ هنعلم عليها هنا كده بالماركر ده. بخلي بالي من السايز of the tonsils حجم التونسلز. هل هي red and swollen حمراء او محمره وورمه. is there any exudate هل في صديد على اللوز خلاص. is there any sign of ulceration هل باين تقرحات قرح زي بتاعه الفم كده كتير موجوده على اللوز والزور من الخلف. check the posterior wall of the throat بص على الجدار الخلفي اللي هو اخر حاجه في الزور كده وانت بتبص بالكشاف مش اللوز بس لا الجدار بتاع الزور. it should appear الشكل الطبيعي المفروض يكون pink and moist المفروض يكون رطب ولونه pink زاهي. without exudates مفيش أي صديد أو lesions خلاص ولا في أي صديد ولا lesions when healthy. لو لقينا بقى redness أو exudates دوت طبعا بيسجست pharyngitis يعني الوضع الطبيعي ده الطبيعي pink moist without exudates لكن لو في redness or exudates يبقى ده كده في التهاب في الزور pharyngitis. خلاص يبقى احنا عايزين ايه نجمع النقاط دي. هنا كده يكون في ورم يكون في احمرار يكون في صديد دي الحاجات وممكن يكون في كمان قرح. دي النقاط اللي احنا بنحاول نبص عليها واحنا بنكتشف وبنكشف على البيشنت. طيب نبص بقى على الكلينيكال فيتشرز اوف فيرال سور ثروت. ايه هي العلامات المميزة للفيرال سور ثروت. عندي الاكيوت pharyngitis characterized by the rapid onset of sore throat and pharyngeal inflammation. يعني مرة واحدة كده بتلاقي المريض زور وجعه خبط لزق كده. يبقى هنا هنقول rapid onset ماشي of sore throat and pharyngeal inflammation with or without exudate يعني مش شرط انه يكون في صديد بالضرورة لا. Many studies have now shown that it is exceedingly difficult to differentiate viral and bacterial. بنعيد نفس الكلام إنه الموضوع صعب إن إحنا نفرق بين الفيرال والبكتيريال ماشي. Patients will present with a sore throat as an isolated symptom ماشي. اتكلمنا في النقطة دي برضو قبل كده إنه هو بيجي وشكوته الرئيسية هي السور throat or as part of cluster of symptoms that include rhinorrhea, cough, malaise, headache. يعني ممكن برضو يجيلي بأعراض تانية زوري وجعني وعندي رشحة سخونية وعندي صداع وعندي تكسير وهمدان. The وارد symptoms are relatively short-lived with 40% of people being symptom free after 3 days. ونحط دي كده عايزين نبروز الحتة دي برضو أنا عايز أبروزها هنا إنه 40% من الناس بيكونوا symptom free في خلال 3 أيام. 85% من الناس بيكونوا symptom free في خلال أسبوع. ده من غير علاج. الأعراض أصلا بتتلم غالبا في خلال 3 أيام إلى أسبوع. 85% بيكونوا إيه؟ بيكون من الناس بيكونوا اتحسنوا. طيب نبدأ بقى ندخل في الديفرنشال دايجنوزس والنقاط الصعبة اللي هي conditions to eliminate أو إزاي بنفرق أو إزاي بنعرف البكتيريال من الفيرال من الجلاندولار فيفر وهكذا. كالعادة هنبدأ باللايكلي كوز. إيه
أشهر الحالات اللي إحنا بنبدأ باستبعادها. رقم 1 likely cause، يعني هي الأشهر معانا هي الstreptococcal likely cause، الstreptococcal sore throat. طيب الراجل اللي جاي لي بقى بعدوى بكتيرية، خلاص هنا طبعا streptococcal دي بكتيريا، فعدوى بكتيرية. البيشنت اللي جاي لي بقى البيشنت اللي جاي لي بالفرنجيال or tonsillar exudates، جاي لي بصديد. النقاط دي اتكلمنا فيها قبل كده. swollen anterior cervical glands، في ورم في اللوز. nasal congestion، احتقان مناخيره قافلة. history of a current high grade fever، يا إما كان عنده history of or current high grade fever، أو حاليا عنده سخونية يبقى صديد ورم. وخلينا نكتبهم هنا: احتقان الأنف وسخونية. كل الحاجات دي بتقول لي إيه؟ and absence of cough. من النقاط المهمة عدم وجود كحة. خلاص يبقى أنا عندي كام نقطة؟ نجمع تاني كام نقطة. عندي الصديد، وعندي تورم اللوزتين، واحتقان الأنف، والسخونية، وعدم وجود كحة. كل الحاجات دي بتقول لي إن المريض ده more likely to have bacterial infection. إذا تجمعت هذه النقاط، صديد، ورم، احتقان في الأنف، مع سخونية وعدم وجود كحة، كل ده بيقول لي إنه المريض غالبا عنده التهاب بكتيري في اللوزتين. طبعا مش هنعرف نعمل ده غير لما نكون احنا اصلا بنعرف فعلا نفحص البيشنت صح، بعرف ابص في الزور صح واطلع المشاكل اللي عنده. These are known as center criteria. الكرايتيريا دي ليها اسم على اسم الشخص اللي كان عملها. ده اسمه اهو Central Criteria. ممكن نعمل سيرش عليه. A person exhibiting 3 or all 4 symptoms should be referred. طبعا هو هنا بيقول لك حول لطبيب علشان يدي مضاد حيوي، اللي هو غالبا في الصيدلية للأسف احنا اللي بنتعامل غالبا لأنه المريض جاي لي بشكل مباشر محتاج مضاد حيوي، أو المريض مش عايز يروح للدكتور، مستخسر يروح للدكتور، المشوار بعيد عليه، أيا كان. لو المريض من البداية كان فعلا في مقدرته يروح لطبيب كان راح لطبيب، ولكن غالبا المريض جاي للصيدلية لأنه هو عايز العلاج من الصيدلي. الكتاب هنا بيتكلم على أساس الوضع في إنجلترا. في إنجلترا طبعا ريفير، مفيش كلام. في مصر وفي أغلب الوطن العربي بنتعامل احنا كصيادلة في السيتويشنز اللي زي دي. فهو هنا بيقول لي ريفير علشان هيحتاج انتيبيوتكس، اللي هي يعني اديله مضاد حيوي. ماشي. for potential antibiotics. However, even if لازم برضو ما يسيبناش في حالنا كده. Even if the patient exhibits all of these 4 classic symptoms, up to 40% will still not have a bacterial infection. على الرغم من كل اللي احنا قلنا ده اهو، متفقين برضو 40% من الناس اللي عندها صديد وزورها وارم ونازل كونجيشن وما عندوش كف وفي سخونيه، 40% من دول برضو فيرال انفكشن مش بكتيريا. 40% will still not have a bacterial infection. انا عارف ان انتوا احترتوا اكتر، بس هو الطب كده، مين قالك ان الموضوع سهل؟ It tends to be more common during winter months. طبعا بطبيعة الحال الموضوع بيكون أكثر حدوثا وبنشوفه أكتر في موسم الشتاء. To further compound the difficulty of diagnosis, the routine use of throat swabs is not recommended. يعني هو بقول لك عشان أخلي لك الموضوع صعب أكتر، مش recommended إن أنت تعمل swabs. يعني إيه؟ يعني آخد مسحة من الزور من الصديد أو كده وأروح أعمل مزرعة أو حاجة زي كده. Not recommended اللي هي اصلا بتتعملش في مصر اساسا. يعني هو الراجل الله غلبان لو جه عندنا مصر الراجل ده. بس على كل حال the routine use of throat swabs is not recommended because asymptomatic carriage of streptococcus affect up to 40% of people. اوضح لك الحته دي. making it impossible to differentiate between the infection and الcarriage. احنا عندنا تقريبا 40% من الناس عندها الستريبتوكوكس، البكتيريا اللي هي بتسبب البكتيريا الانفكشن دي اوريدي موجوده عندنا. هي اصلا نورمال فلورا بالمناسبه الستريبتوكوكس.
فهي موجودة في الزور، بس مش عند كل الناس عاملة لهم مشكلة، ده هي عند بعض الناس بتتحول إلى باثوجين، بتتحول إلى شيء عدائي وتبدأ تعمل لي مشكلة، لكن عند 40% من الناس الستريبتوكوكس موجودة ومش عاملة أي مشكلة، ما عندهاش أي مشاكل asymptomatic carrier. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا لو أخدت مريض عنده فيرال فارنجايتس او فيرال تونسولايتس، السبب فيروسي، ورحت واخد مسحه من الزور وعامل لها مزرعه، وعشان ابص ايه نوع البكتيريا اكتشفت ان المريض عنده ستريبتوكوكس، عنده بكتيريا الستريبت اللي احنا بنتكلم عليها، بس الحقيقه هو اللي عامل له المشكله الفيروس مش البكتيريا، البكتيريا بريئه هي موجوده بس قاعده في حالها. الشخص ده بيكون اسمه كارير للبكتيريا لكن ما عندوش انفكشن ولا عنده مشاكل. وبالتالي فكرة ان انا اي حد عنده لوز ما تيجي نمسك ناخد مسحة من الزور ونزرعها، ولو في بكتيريا هتظهر، لو ما فيش بكتيريا هيبقى تمام. للأسف فكرة غير عملية اطلاقا، زي ما قلت 40% من الناس اوريدي عندهم البكتيريا بدون ما تسبب لهم اي مشاكل، الناس دي ممكن يجي لهم عادي فيرال انفكشن والبكتيريا قاعدة في حالها. The use of antibiotics in such situations is debatable. في هنا جدال او في هنا اختلاف في المدارس العلمية والمدارس الطبية على استخدام المضادات الحيوية في الحالات اللي زي دي. Studies have shown that they only decrease symptom duration by less than 1 day. من الحاجات الصادمة انه المضادات الحيوية، خد المعلومة دي بقى، الدراسات بتقول ان هي بتقلل only decrease symptom duration by less than 1 day، بتقلل مدة الأعراض تقريبا يوم. يعني لو الشخص كان هيتحسن في خلال 5 أيام مع المضادات الحيوية هيتحسن في 4، لو كان هيتحسن في أسبوع مع المضادات الحيوية هيتحسن في 6 أيام، لو كان هيتحسن في وهكذا. If antibiotics are prescribed, the drug of choice is phenoxymethylpenicillin. لو هتطلع مضاد حيوي لحالة زي دي، المضاد الحيوي of choice لما يكون عندي الحالة خلاص الكرايتيريا كاملة موجودة، بكتيريا البصمنا بالعشرة على حسب ما أنا شايف، فالمفروض أطلع دواء اسمه الفينوكسي ميثايل بنسلين، فينوكسي ميثايل بنسلين، أو ما يطلق عليه برضو اسم المشهور بتاعه بنسلين في، بنسلين في، وده بيتاخد اورال. اللي بيساويه بالظبط عندنا في مصر واعتقد في اغلب الوطن العربي البنسلين جي، وده بيتاخد اي ام، ده بيتاخد عضل، دي حقنه. اوكي، الاتنين بيساووا بعض، البنسلين في والبنسلين جي، لكن البنسلين جي ما بيتاخدش اورال لانه بيتكسر بانزيمات بالاحماض بتاعه المعده، وبالتالي بيتاخد عضل فقط. ده الفينوكسي ميثايل بنسلين، فلو مش موجود عندك الاسم ده اعرف ان هو بيقصد بالبنسلين طويل المفعول، الحقنه اللي بتتاخد مره كل 14 يوم او كل شهر. with erythromycin، ماشي، برضه من الادويه اللي ناقصه تقريبا طول الوقت ناقص. كلاريثرومايسين دولت reserved for those with penicillin allergy، يبقى اللي عنده حساسيه من البنسلين، اللي عنده حساسيه من البنسلين بياخد الاريثرومايسين او كلاريثرومايسين. طيب doctors are encouraged to adopt delayed prescription starting strategies to reduce the number of inappropriate antibiotics taken by patients. يعني بنقول ان احنا بنشجع الاطباء عدم التسرع في وصف المضاد الحيوي، ممكن ندي المريض فترة نشوف هيستجيب لوحده، هيتحسن لوحده ولا لا. الفترة دي اعتقد هو مش كاتبها هنا، مش كاتبها، لكن غالبا بنقول انه في تقريبا 48 ساعة بنديهم فرصة كده نشوف الشخص هيتحسن لوحده ولا لا، ما تحسنش في خلال 48 ساعة بنبدأ المضاد الحيوي. دي اللي هي فترة الديلي اللي هو بيتكلم عليها. Complications arising from strep throat include otitis media and acute sinusitis. أشهر الكومبليكيشنز والمشاكل اللي ممكن تحصل من الستريبت ثروت. يعني ايه ستريبت ثروت؟ يعني سور ثروت بسبب بكتيريا الستريبتوكوكس، فاحنا بنختصرها ستريبت ثروت، ستريبت اختصار ستريبتوكوكس اللي هي البكتيريا، والثروت اللي هو طبعا ايه السور ثروت، فجبنا ستريبت
مع ثروت وسميها ستريب ثروت انكلود اوتايتس ميديا والاكيوت ساينوسايتس. اكيوت اوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى، وطبعا الساينوسايتس التهاب الجيوب الانفيه. تمام ماشي. بعد كده يعني دي كانت اللايكلي كوز، او خلينا نقول انه لحد الان اللي احنا شرحناه يكاد يكون 99% من حالات التهاب الحلق واللوز اللي هو الفيرال والبكتيريا. هنيجي بقى الحالات اقل شهرة واقل احتمالية في الحدوث unlikely causes. ايه هي ال unlikely causes؟ تمام. رقم واحد ثانية في الانلايكلي كوزز هي الجلاندولار فيفر او ما يطلق عليه الانفكشوس مونونيوكليوزس. سواء دي او دي، لما تيجي تبحث مثلا عن المشكله دي عايز تقرا عنها بالتفصيل اكتر على ميدسكيب مثلا هتلاقي موجوده باسم انفكشوس مونونيوكليوزس، وممكن تلاقيها في كتب تانية وفي مراجع تانية موجوده تحت اسم جلاندولار فيفر. ايا كان المصطلح الطبي اللي موجود مش هتفرق معايا، خلينا نعرف ايه هي الجلاندولار فيفر اللي بيتكلم عليها دي. اول حاجه الجلاندولار فيفر هي بتحصل بسبب حاجه اسمها الابشتاين بار فيروس. ابشتاين بار فيروس ده اسم الفيروس اللي بيسبب المشكله، وديت اول نقطه نعرفها ان دي عدوى فيروسيه. يعني حتى دي فيروسيه، احنا هنا ما بنتكلمش في بكتيريا، الحاله الوحيده البكتيريا اللي احنا لسه معديينها. تمام طيب. ليه اسم اخر، الاسم الشعبي عندهم هناك اسمه الكيسنج ديزيز. خلاص يعني طبعا ده مش مشهور خالص ولا معروف عندنا. الاسم الدارج ده لانه هو بيتنقل عن طريق السلايفا because transmission primarily occurs from saliva. الفيروس بيتنقل من خلال اللعاب. والبيك انسيدنس عندهم هناك in adolescents في المراهقين واليانج adults في سن 15 إلى 19 سنة. طبعا بطبيعة الحال المجتمع هناك منحل ابن 60 جزمة، فالعيال 15 و19 و16 دي الدنيا بتكون بايظة في بعضها خالص، فأي واحد بيجيله الإبشتاين بار فيروس بيعدي اللي بيحبها، واللي بيحبها بتسيبه وتروح لواحد تاني فتعدي التاني، فمجتمع منحل جدا يعني. فالفيروس واخد راحته قوي وسطيهم ومسمينه الكيسنج ديزيز على أساس يعني. المهم الحمد لله يعني احنا في مجتمعنا الموضوع مش مشهور، الحمد لله ما عندناش كيسنج ديزيز. The signs and symptoms of glandular fever can be difficult to distinguish from sore throat. بطبيعة الحال لازم يطينها على دماغنا ويقولون الموضوع صعب ان احنا اصلا نفرقه. شكرا يا استاذ بول. Because it characterized by pharyngitis occasionally with oxidates، وديت مكمن الصعوبة ان هو على الرغم ان هو فيرال ولكن بيجيب لي صديد. في فيفر، في سخونيه، في سيرفيكال ليمفادينوباثي المصطلح الطويل ده اللي هو فيه تورم يعني في اللوز. البيرسون generally suffers from general malaise يعني بيكون عنده تكسير وهمدان في جسمه which is disappropriate او disproportionate to the symptom experience. يعني مش متناسب مع الاعراض، يعني بتلاقي عنده تكسير، ممكن تكسير جامد وشديد عنده. كمان من الحاجات اللي ممكن تظهر عنده راش، ممكن يظهر عنده طفح جلدي على الجسم، وده بيحصل تقريبا في 10% من المرضى appearing in the first days of illness، بيظهر في خلال أول كام يوم من الأعراض. فأنت بناء عليه لما هيجيلك حد بالأعراض اللي أنت شكيت فيها إن هي بكتيريال انفكشن، ليه شكيت إن هي بكتيريال؟ لقيت اللوز ورمة يا دكتور، لقيت فيه صديد، المريض سخن، عنده الأعراض اللي بتقول إن دي بكتيريال. اسأل بقى على النقاط التالية: هل في تكسير وهمدان في الجسم بشكل عام؟ هل في راش أو طفح جلدي ظهر عند المريض في خلال أول يوم أو يومين من الانفكشن؟ بسأل على النقاط دي علشان أروح أكتر ناحية الجلاندولار فيفر، وبالتأكيد سن المريض هيفرق معايا. من الحاجات برضو المميزة، وخليني هنا أحط تحتها خط بالأحمر، إنه بيحصل حاجة اسمها spleen enlargement أو splenomegaly. spleen enlargement تضخم في الطحال، تضخم في الطحال بيحصل تقريبا في 50% من المرضى.
نص الناس اللي بيجي لهم الاي بي في او الابشتاين بار فيروس بيحصل لهم سبلينوميجالي او تضخم في الطحال جنب الاعراض اللي احنا ذكرناها دي. التضخم ده بعض الدكاترة الشاطرين ممكن يلقطوه بالفيزيكال اكزامينيشن، بالفحص، بانه بيعمل اكزامينيشن كده على السبلين. احيانا ممكن يلقطه لو هو شاطر قوي يعني. وبالتأكيد من غير أي شطارة ولا أي حاجة، بالسونار بيتشاف بسهولة جدا إنه في enlargement أو تضخم في الطحال. إذا تجمعت هذه النقاط مع بعضها بنقول إنه الشخص ده عنده إبشتاين بار فيروس، أو عنده infectious mononucleosis، أو عنده glandular fever، أيا كان المصطلح. والاي بي في او الابشتاين بار فيروس بنديله مضاد للفيروسات. يعني العلاج، هو طبعا انا مش هتكلم في العلاج، والحقيقه مش من نطاق ان احنا نقعد نتكلم في النقطه دي، ولكن الاي بي في او الابشتاين بار فيروس ممكن يتعالج بكذا حاجه، منها مثلا الاسايكلو فير، وابن خالته الفالال اسايكلو فير. ولو الحالة شديدة والأعراض مدهورة عند المريض، أحيانا ممكن ياخد كورتيكوستيرويدز، يعني بياخد كورتيزون، يعني على حسب طبعا الحالة رايحة في أنهي اتجاه يعني. بعد كده في عندنا حاجة اسمها التروما ريليتد سور ثروت. سوري، عندنا تروما ريليتد سور ثروت. تروما يعني في حاجة حصلت، في خبطة، في لسعة، في حرق، يعني في حاجة حصلت ما أدت إلى حدوث السور ثروت. إيه هي بقى الحاجات دي؟ Occasionally أحيانا ال patients develop a sore throat from direct irritation. هي دي الكلمة اللي إحنا عايزين نروح لها. direct irritation أو the pharynx. حاجة عملت irritation أو عملت تهيج أو التهاب في الفارنكس أو البلعوم بشكل مباشر، مفيش انفكشن ولا حاجه. This can be due to substances as cigarettes، طبعا الاشهر السجاير. alleged foreign body، حد مثلا احيانا من السيناريوهات اللي عدت عليا في الصيدليه، حد بلع شوكه سمكه مثلا وهو بياكل سمك، شوكه السمكه وهو بيبلعها راحت مجرحه زوره، دي اسمها تروما ريليتد سور ثروت. حد بلع مثلا وهو بياكل حته لحمه كان فيها مثلا حته عظمه بتاع، ما خدش فيها بيبلعها فجرحت له زوره، ايا كان يعني هو بياكل شيء، بلع شيء عمل له جرح في الزور، فورين بادي، جسم غريب ما، ايا كان ايه هو، جرح له الزور. وكذلك من الحاجات برضو اللي هتعدي علينا كتير الاسيد ريفلكس، ودوت هيقودنا لحاجه اسمها، روحوا بقى يعني ايه سيرش عنها اكتر، مش هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل، حاجه اسمها atypical GERD symptoms. أعراض غير تقليدية لارتجاع المريء. من ضمن الأعراض الغير تقليدية دي sore throat أو pharyngitis، التهابات في الحلق نتيجة الارتجاع المتكرر للحمض من المعدة. لكن طبعا ده مش موضوعنا. نروح بعد كده على ال very unlikely causes، أعراض يعني نقدر نقول نادرة. ايه هي بقى ال very unlikely causes؟ رقم واحد الميديسين induced sore throat. طيب ايه هي الأدوية اللي ممكن تعمل sore throat؟ خلينا نروح دايركتلي كده على الجدول. هو بيقول هنا في جدول هو حاطط فيه الحاجات دي، تيبل اهو 2/10، يعني هو اتكلم كلمتين كده بس، خلينا نروح على طول على التيبل علشان نختصر على بعض. ده التيبل اللي فيه أمثلة على الأدوية اللي ممكن تسبب sore throat. كابتوبريل اللي موجود بالاسم التجاري كابوتين، وده دواء ضغط مشهور. محدش برضو ياخد لي معلش كابتوبريل ده بيعمل سور ثروت، فانا هاجي بقى ايه اي حد عنده سور ثروت اقول انت بتاخد دواء ضغط، جاي لي عنده 18 سنه اقول انت بتاخد دواء ضغط. خلينا نفهم حاجه، لما يجي يقول لي ده very unlikely cause، احنا بنتكلم يا جماعه عن rare side effect، rare to very rare، يعني ما بين، يعني احتمالية الحدوث ايه تقريبا من 1 إلى 1 في كل 10,000 شخص، إلى
1 في كل 100,000 شخص احتمالات إنه حد يجيله sore throat بسبب حاجة من الأدوية دي. الاحتمالات بتتراوح ما بين 1 في ال10,000 إلى 1 في ال100,000. خلاص؟ فما ناخدش الكلام بقى وإيه، ويبقى كل واحد داخل لي عنده sore throat وهو بياخد الكابتوبريل يبقى هو الكابتوبريل السبب، لأ. وبرضه بالمناسبة الحاجات دي بتتعرف يا شباب by exclusion. by exclusion. يعني إيه؟ يعني لما بالاستبعاد بنستبعد كل الأسباب التانية، ولا فيروس ولا بكتيريا ولا جلاندولار فيفر، مش عارفين له سبب، مش لاقيين له حاجة، ولا تروما ولا أي حاجة، يبقى إيه؟ يبقى دلوقتي الاحتمال الوحيد اللي قدامنا هو إن إحنا نشك في الأدوية. طيب الكابتوبريل رقم 1 اتكلمنا عليه، دواء الضغط. الكاربيمازول دواء الغدة، دواء بيستخدم لعلاج عشان نمسح الكلام ده، لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية. اوكي، اسف على الخط اللي يعني ما يعلم بالله ربنا ده، بس خلاص بقى احنا حبايب يعني ما تدقوش معايا. بعد كده السايتوتوكسيكس، الادويه اللي بتشتغل على سايتوتوكسيك، يعني لو انتوا لسه ما وصلتوش للنقطه دي في الكليه الحقيقه، يعني ايه، خلينا نقول بشكل مبسط جدا، دي ادويه مدمره للخلايا بشكل ما بصوره او باخرى، فعشان كده سموها سايتوتوكسينز او سايتوتوكسيكس. اشهر واحد في العيله دي اديهولكوا كمثال ميثو تريكسيت، وفي كمان السايكلوفوسفاميد، بس الاشهر هو الميثوتريكسيت. خلاص، ده بيستخدم في حاجات كتير، بيستخدم في روماتويد ارثرايتس، بيستخدم في السوريازيس، بيستخدم في يعني تقريبا اغلب الامراض المناعيه ممكن الميثوتريكسيت يستخدم فيها. بعد كده عندي النيوروليبتكس، الادويه اللي تستخدم في السايكوزس، انتي سايكوتيك. الناس اللي عندها فصام، ذهان، جنون، يعني حاجات زي كده، ما فيش حاجه اسمها جنون، هو بيكون اسمه ذهان. يعني سايكوزس او ايا كان، كلوزابين، كويتابين، اولانزابين، اي حاجه من العيله دي قد يحدث منها المشكله دي. البنسلامين، وده دواء برضو بيستخدم في حالات قليله جدا، ويلسونز ديزيز وحاجات زي كده، مش يعني غالبا مش هتشوفوه، مش هتقابلوه كتير الحقيقه الحالات اللي بتاخده. السلفاسالازين. السلفاسالازين بالمناسبة هو برضه سلفر كونتيننج دراج، يعني هو برضه من الأدوية اللي فيها سلفر، فممكن ناخد الاتنين دول كحاجة واحدة. السلفاسالازين طبعا هو باي نيم كده موجود بالاسم، والسلفر كونتيننج انتيبيوتكس أشهر واحد في العيلة دي المشهور قوي السبتازول، ده الاسم التجاري سبتازول، اللي فيه سلفا ميثوكسازول مع تراي ميثوبريم، والاسم البراند بتاعه اسمه سبترين، بس هو مشهور قوي السبتازول في مصر. اي حاجه من الادويه دي في احتمال ضعيف جدا انه يكون هو السبب في حدوث السور ثروت. بعد كده يعني خلاص احنا رايحين ناحيه اضعف الاحتمالات على الاطلاق، اللارينجيال اند تونسلر كارسينوما، انه المريض يكون عنده عافانا الله واياكم ورم في اللوزتين او الحلق او الحنجره. لارينجيال يعني مرتبط بمنطقه الحنجره، والتونسلر اللوزتين. Both these cancers have a strong link with smoking and excessive alcohol intake. والحمد لله ان احنا يعني كمسلمين ما عندناش السموكينج مع الاكسسيف الكحول انتيك من جنرال كثقافة عامة، الحمد لله. الحالات الفردية او الحالات الشاذة لا يقاس عليها. and are 4 times more common in men than women. افرحوا يا بنات. sore throat، hoarseness. السور ثروت اللي هو ألم الحلق. هورسنس، لو انت يعني ايه مش عارف ان دي السور ثروت، احنا قلنا ايه سهل، خلينا ناخد كده ايه خط صغير، ده مثلا ده ألم الحلق. حلو، جميل. هورسنس اللي هي بحة الصوت، تمام. ديسفونيا دي يعني خلل في الصوت، او خلينا نقول ايه، اضطراب في الصوت. الاضطراب ده ممكن يكون ان الصوت راح، صوت راح، او الصوت بقى تخين، او الصوت فيه بحة، او الصوت ما بقاش قادر يتكلم، يعني بيتعب من اقل شوية كلام مش قادر، تمام. يعني اي اضطراب ما
بصورة أو بأخرى حصل في الصوت بنقول عليه ديسفونيا. كمان من الأعراض الخطيرة الديسفاجيا، صعوبة في البلع. والديسفاجيا دي عندنا بتكون على مرحلتين، في حاجة اسمها الأوروفارينجيال ديسفاجيا اللي هو المريض بيواجه صعوبة في بداية البلع، أوروفارينجيال ديسفاجيا، أو إيسوفيجال ديسفاجيا، وهنا المريض بيبلع عادي بس المشكلة بحس إن الحاجة واقفة في المريء ما بتتحركش. طبعا ده بيحصل معانا كلنا بشكل عرضي اكسيدنتال يعني من وقت للتاني، لكن احنا هنا بنتكلم عن حالة مستمرة دائمة. اي اكل بياكله، اي حاجة بيشربها بحس ان هي واقفة في المريء. كل الحالات دي بتقول انه السور ثروت او الهورسنس، بحة الصوت، او الديسفونيا او الديسفاجيا، كل الحالات دي بتقول انه خلي بالك لو اتجمعت عند حد ريفير. خلاص. وطبعا وارد ان كل ده يكون ايه، ما يكونش حاجه خطيره، بس احنا من باب ان احنا قلقانين فاطمن يعني. واكيد لو حد عنده عافانا الله واياكم كانسر، دي بتكون اعراض في البدايه كده، لكن بعد شويه بيظهر عليه اعراض اخرى. خلاص السور ثروت دوت بيقلب ويحصل تورمات، ويبدا الورم يظهر، يبدا ياثر على الوزن بتاعه، يحصل فقد في الوزن، صعوبه شديده جدا في البلع، ما يقدرش يبلع اي حاجه. فيعني مش اي حد تشوف عنده الحاجتين دول تجري على طول تخوفه وتقلقه، يعني ايه، شويه حكمه. وخلي بالك انه ايه، احنا بنتكلم في ايه، احنا بنتكلم في very unlikely causes. ده حاجه من اندر الاحتمالات، اللي هو انت ممكن تقف طول حياتك في الصيدليه ما تشوفش حاله واحده تونسيلر كانسر او لارينجيال كانسر. اوكي. لكن من الواجب ان احنا نذاكر الحاجات دي علشان لو شفنا ريد فلاج، علامه خطر، اريفير مباشره واتابع مع المريض بتاعي. طيب in addition patients with tonsillar cancer often develop referred ear pain. المريض اللي بيكون عنده tonsillar cancer بيكون عنده حاجه اسمها referred ear pain. referred يعني ايه؟ يعني الألم مسمع في حتة تانية، ده معنى كلمة referred. عارفين الشخص اللي بيقول لك أنا عندي وجع في ظهري ومسمع في رجلي، عندي وجع في رقبتي ومسمع في كتفي، عندي ورم في زوري أو وجع في زوري ومسمع في وداني، ده معنى كلمة referred ear pain. Any person regardless of age who presents with dysphagia should be referred. يعني هو هنا ايه، مدي لك كده قاعدة عامة بيقول لك أي حد يجي لك بديسفاجيا يعمل له ريفير للطبيب يفحصه. اللي هي ايه، ديسفاجيا بالنوعين اللي انا ذكرتهم، عنده صعوبة دائمة ومستمرة في البلع في البداية، او احساس دائم ان كل ما ياكل حاجة بتفضل واقفة في المريء ومش قادر يبلع. ودي ممكن نحط عليها برضو ايه، نعتبرها كده ايه red flag. Any person regardless of age presents with dysphagia should be referred. طيب في الفيجر 2.4 will help you in differentiation of serious and non-serious conditions. فين هو الفيجر 2.4 اللي هو 2.4 فين هي اللي هو ده. اوكي طيب الاول هل في حاجة احنا محتاجين نقولها فوق هنا؟ مفيش، بس خلينا نقول التيبل دوت وبعدين نروح على الرسمة اللي في الاخر. هنا features of viral and bacterial sore throat. خلينا يعني هو بحط كده قواعد عامة بنميز بيها بين الفيرال والبكتيريال. الفيرال any age، ممكن تحصل في أي سن، معايا أطفال معايا كبار عادي جدا بيحصل لهم فيرال. لكن البكتيريال غالبا في سن المدرسة اللي هو بنتكلم من 5 تقريبا لحد 15 سنة، وخصوصا من 5 ل10، يعني أكتر من 5 ل10 الحقيقة. يعني ده بيكون السن الأكتر شهرة فيه إن أنت هيجيلك الصيدلية عيال عندهم بكتيريال تونسلايتس أو فارنجايتس. طيب الصديد possible but not generally limited. وفي البكتيريا طبعا often present، يعني أكتر الصديد موجود في البكتيريال منه في الفيرال. الديوريشن في كل الأحوال تقريبا بنتكلم من 3 ل 7 أيام في كل الأحوال. هل بيكون في ورم في اللوز؟ غالبا بيكون في البكتيريال، مش بيكون موجود غالبا في الفيرال.
الكاف بريزنت بيكون فيه كحة في الفيرال، ما بتكونش موجودة في البكتيريال غالبا. الاذر سيمتومز اعراض اخرى بيكون في لو جريد فيفر، الحرارة منخفضة، ممكن يكون في شوية صداع، لكن بيكون في سخونية في البكتيريال، وبوسيبل راش، ممكن يحصل طفح جلدي. طبعا بقى تقول لي ان انا بصعبها عليك، ولسه قايل لك الابشتاين باير فيروس بيكون فيه راش، معلش هي يعني صعبة علينا كلنا. طيب نروح على الجدول الاخير، التريجر بوينتس اللي بتقول ان انا اعمل ريفير. ده جدول برضو على جنب كده بيقول ركز معايا. الديوريشن بتاعه الانفكشن لما تزيد عن اسبوعين، احنا كل ده بنقول من 3 ل 7 ايام بتخف. جاي لك مريض بقاله اسبوعين عنده اعراض اللوز، عنده اعراض فارنجايتس، اسبوعين، لا احنا هنا بنريفير. يبقى رقم واحد، الاعراض زادت عن اسبوعين، رجاء ريفير المريض لطبيب انف واذن وحنجره يفحص زوره ويشوف ايه المشكله. طيب لو لقينا هو هناك بيعمل كده، سوري، في بريطانيا بيعمل كده، عندنا احنا ما بيعملش. لو لقى صديد مع حرارة، سخونية، مع ورم في اللوز، الاعراض اللي احنا بنقول عليها بتاعت البكتيريا، بيقول لك بوسيبل بكتيريال وريكوايرز انتي بايوتيك. فمين اللي بيصرف انتي بايوتيك هناك؟ مش الصيدلي، الطبيب. مين اللي بيصرف الانتي بايوتكس هنا؟ الصيدلي مش الطبيب، ما علينا. People taking medication that can interfere with the immune response. الناس اللي بتاخد أدوية ممكن تتعارض مع الجهاز المناعي، خلي بالك بقى من النقطة دي، زي الاميونو سبريسنس، الأدوية المثبطة للمناعة، والديزيز موديفاينج انتي روماتكس، الأدوية اللي هي كلها أدوية بتشتغل على المناعة الحقيقة، بتفرمل المناعة بشكل أو بآخر. ممكن تسبب حاجة اسمها أجرانيولوسيتوزس. الأجرانيولوسيتوزس دي لما بيحصل انخفاض شديد في الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء، نيتروفيلز بالتحديد، بيحصل انخفاض فيها. المفروض الطبيعي ان الوايت بلاد سيلز بتكون تقريبا من 4.5 لحد 10 في اي تحليل، بتلاقيها عند الشخص دوت مثلا 1، واحيانا اقل من 1 كمان. اوكي، فده علامه من علامات انه الشخص دوت، او مش علامه، بالتاكيد الشخص دوت عنده اجرانيولو سيتوزس. خلاص، فطبعا ده محتاج ريفير مباشره للطبيب. لما يكون شخص عنده الاعراض بتاعه السور ثروت، ماشي، حد عنده الام الحلق، وجاي لك بتحليل سي بي سي في الوايت بلاد سيلز مهبوده في الارض، عنده اجرانيولوسايتوزس، يبقى هنا في الحاله دي المتهم الاول هو الادويه اللي بياخدها الاميونو سبريسنس، زي المثال اللي احنا ذكرناه، الميثوتريكسيت مثلا او السايكلوفوسفامايد ايا كان. اخر حاجه طبعا الديسفاجيا لسه متكلمين عليها، اللي بتقول لك انه ده بيقول لك انه الاحتمالات مش حلوه، فحول لطبيب. طيب خلصنا من قصه التحويل والحاجات اللي زي دي. هنعالج بايه بقى؟ يلا نعالج. طيب اول شيء evidence based for over the counter medication. احنا بس ما بنشتغلش غير evidence based، خلي بالك، بدليل وبمصادر. Because most sore throats are viral in origin and self-limiting medications aim to relieve symptoms. يعني احنا بنشتغل على ايه؟ بنعالج الاعراض فقط لا غير، اعراض بس، ماشي. and discomfort while the infection runs its course. يعني العدوى تاخد مجراها وتاخد وقتها. lozenge and spray formulations incorporate bacterial and anesthetic provide the mainstream او the mainstay of treatment. خلاصة العلاجات كلها في حاجتين، يا اما لازنج اللي هو ايه، خلينا نعمل زوم ونكتب لك كده، استحلاب. وطبعا السبراي اللي هو ايه، بخاخ يعني مش محتاجه ولكن برضو نكتبها. يبقى عندنا اللازنج اند سبراي اللي بيشتغلوا كايه بقى، يعني بيعملوا ايه، انتي بكتيريال، دي حاجات مطهره للحلق، وانستيتكس اللي هي حاجات مخدره. الانستيتكس دي يعني مخدر موضعي. يبقى الاستحلاب والبخاخ في الاخر هيعملوا لي حاجه من الاثنين، مطهر للحلق، انتي بكتيريال. هنا انتي بكتيريال ما نقصدش بيها مضاد حيوي، خلي بالك، ها، نقصد بيها مطهر للحلق، ماشي، مش مضاد حيوي.
provide the ministry treatment in addition systemic analgesic and antibiotic will help reduce the pain and fever. يعني برضو ممكن ندي مسكنات وخوافض حرارة، او هنا في الحالة دي ما بتكونش خافض حرارة قوي، يعني كل هدفنا ان هي تسكن الألم. بتقلل طبعا الألم associated مع السور ثروت. systemic طبعا يعني ايه؟ يعني oral او parenteral او suppository لموس. الاطفال بيقول لك بقى، يقول لك عايز دولفين وبتاع، او انت تطلع له دولفين، يعني عن طريق الفم، عن طريق الحقن، عن طريق اللبوس، ايا كان. طيب نبدا باول واحد. اول واحد هو مين؟ هو اللوكال انستhetix. ماشي، نخلي بالنا منه، ده موجود عندنا في مصر بالمناسبه، اللوكال انستhetix. عندنا ايه بقى في اللوكال انستhetix؟ عندنا الليدوكاين. اوكي، خلينا كده عايزين واحد كده لون جميل، نجرب اللون ده. نجرب اللون ده ونخلي الستايل بتاعه نصغره كده. اوكي ماشي. الليدوكاين والبنزوكاين موجودين في منتجات كتير طبعا. بالتأكيد احنا هنتكلم على انجلترا يا جماعة، فهو بيضرب الأمثلة اللي موجودة عنده في انجلترا. أنا هحاول أمصر الموضوع وأقول لكم إيه الأمثلة اللي زيها اللي موجودة عندنا في مصر. ماشي، فمش هلتزم قوي بالتفاصيل اللي هو بيحكيها. الليدوكاين والبنزوكاين الاتنين دول موجودين عندنا في مصر في ايه؟ الليدوكاين موجود بالاسم كده، في عندنا منتج اسمه ليدوكاين، خلاص بالاسم مش محتاجين فيه فتوى. البنزوكاين كان موجود في البي بي سي سبراي، في البي بي سي سبراي. ماشي تمام، مع كمان حاجات تانية غير البنزوكاين هنجيلها دلوقتي حالا. يعني هو في منتجين مادتين مع بعض. فالخلاصة انا عندي ليدوكاين سبراي وعندي البي بي سي سبراي كحاجات مشهورة فيها الليدوكاين والبنزوكاين. عندي بقى بيقول ايه؟ انه عندي very few published clinical trials. ده الكلام المهم بقى. عندي اهي very few published clinical trials involve product marketed for sore throat have been conducted yet local anesthetics have been proven efficacy. على الرغم من ان احنا الدراسات اللي معمولة عليهم قليلة، ولكن احنا عندنا proven efficacy انه فعلا فعالين. يعني حاجة بتخدر، انا مش محتاج حاجة. يعني study reported on clinicaltrials.gov يعني بيقول انه عندي دراسة بتقارن بين two strengths of lidocaine، بتقارن بين ليدوكاين 1 و8 مللي جرام في حاجات استحلاب. احنا اوريدي ما عندناش اي حاجه استحلاب فيها ليدوكاين حتى وقت تصوير هذا الفيديو، ممكن تنزل بعدين الله اعلم، لكن احنا ما عندناش حاجه فيها ليدوكاين استحلاب. وبيقول ان هم جربوها والاستادي فاوند نو ديفرنس في البين ريليف بين الجرعتين. المرضى خدهم كل ساعتين، كل 4 ساعات، التركيز الواحد زي تركيز ال8 ما فرقوش معاه. It's difficult to assess whether the pain relief obtained. يعني ما علينا، ما علينا. كلام الحقيقة جميل جدا وحلو، ولكن مش موجود عندنا في مصر. نسأل الله إنه حد كده يكرمنا وينزل لنا الحاجات دي استحلاب، عشان فعلا هتكون effective يعني. طيب الحاجات يا صديقي، الانتي بكتيريال اند انتي فانجل ايجنتس. انتي بكتيريال اند فانجل ايجنتس، ماشي، ما تتخدعش وتفتكر ان ده كلام على المضادات الحيويه. هو هنا بيتكلم على الكلورهكسيدين. الكلورهكسيدين دوت يا صديقي الدكتور الصيدلي موجود في اغلب حاجات الغرغره والمضمضه، الماوث ووش اللي موجوده عندنا في مصر. اغلب المنتجات، مش عايز اسمي منتجات بعينها، ولكن اغلب الحاجات اللي عندك في الصيدليه، روح بص على الرف بتاع الماوث ووش وبص عليه، شوف ايه المنتجات اللي فيها كلورهكسيدين، هتلاقي فيها حاجات كتير قوي. خلاص، خلينا نقول لك برضو المعلومه دي كده على جنب. اغلب منتجات المضمضه والغرغره اللي موجوده عندك في سيكشن ايه يا صديقي؟ الماوث ووش. ماشي، عندي برضو تايروثريسين والديكوالينيوم كلورايد والبنزالكونيوم كلورايد. يعني الحقيقة أنا مش متأكد. هو البنزالكونيوم كلورايد أنا فاكر هو موجود في منتج من المنتجات المصرية، ممكن نجيب الاسم من على دراج اي. بنزالكونيوم
بنزلكونيوم كلورايد. لا انا مش لاقي حاجه تريد نيم، لا دوت الاكتيف انجريدينت. بنزلكونيوم موجود في حاجات كتير، موجود في حاجات كتير. عندنا مثلا حاجه اسمها ديرموباكتر انتيسبتيك سوليوشن، بس دوت انتيسبتيك. عايزين ايه؟ زورا سي. زورا سي ديت حبوب استحلاب فيها البنزلكونيوم كلورايد مع البنزوكاين. واو كويسه جدا زورا سي. بس انا فاكر زورا سي ده كان طعمه بشع جدا. لو حد فيكم جربه يعني او جربوه، عشان قبل ما تدوه للمرضى تكونوا عارفين طعمه عامل ازاي. زورا سي اهو. زورا سي. ماشي. برضو عندنا ايه؟ بس هي دي الحاجات، هو زورا سي بس اللي فيه البنزلكونيوم فلورايد. ما علينا. طبعا يعني بسهوله جدا بندخل على دراج اي او دراج هوم او اي ابلكيشن من الابلكيشنز اللي معانا دي، وبنعرف ايه هي الحاجات التجاريه اللي موجود فيها المواد الفعاله دي. بيتكلم بقى عن الدراسات. in vitro testing has shown that many of the proprietary products to have antibacterial activity and some inhibit candida albicans growth. in vivo tests have shown bacterial effects. ماشي، يعني من الاخر الكلام جميل قوي. the use of antibacterial and antifungal agents should not be routinely recommended. دي نقطة مهمة. لا نقف هنا بقى، نقف هنا ونديها كده برواز بالاحمر. اليوز بتاع الحاجات المطهرة دي ما ينفعش ان انت على الفاضي والمليان عمال تستخدمها. ما يعني هي زي ما بتقتل الحاجات الوحشة بتقتل الحاجات الكويسة برضه. فبشكل عام مش على الفاضي والمليان عمال كلورهكسيدين وبنزلكونيوم وتغرغر وبتاع. يعني ايه؟ ده مش كويس. مع حقيقة انه اغلب الحالات اصلا فيرال، فاللي انت بتعمله ده في الفاضي. هي انتي بكتيريال وانتي فانجل، تضرب البكتيريا والفطريات ما بتضربش الفيروسات، واغلب الحالات فيرال. طيب however because adverse effects are rare, stimulation of several cycles may confer symptomatic relief. The use of such products may possibly be justified. يعني الخلاصه اللي عايز اقولها في النقطه دي ايه؟ انه بيقول لك انه اللازنجز او الحاجات اللي هي الاستحلاب بنديها في كل الاحوال لما يكون المريض عنده سور ثروت، عشان حاجه الاستحلاب في المطلق كده بتزود افراز السلايفا لما بنيجي نمص اي حتى لو حلويات. وهو اصلا الستريبسز والحاجات دي بتشتغل على النقطه دي، ان هي اللوزنجز استحلاب كده. مجرد الاستحلاب بيزود انتاج السلايفا. خلاص، والسلايفا بتشتغل كاليوبريكانت، كحاجه كده بتلطف الجفاف والالم بتاع الحلق. اوكي. طيب بعد كده بقى الانتي انفلاماتوريز. الانتي انفلاماتوريز ودي حاجه مهمه برضو. اوكي، ودي حاجة مهمة يا صديقي. الانتي انفلاماتوريز. الانتي انفلاماتوريز هو هنا اتكلم عن حاجة واحدة بس. احنا هنا كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا هنا الكلورهكسيدين دوت مشهور، والبنزايل كونيوم كلورايد والتايروثيريسين برضو دول. لكن عندنا هنا في الانتي انفلاماتوريز هو البنزيدامين بس، ودوت موجود عندهم كسبراي وك ماوث ووش. والحقيقه البنزيدامين موجود اوريدي عندنا في مصر بالاسم المشهور تانتم. تانتم موجود منه استحلاب وموجود منه غرغره. تانتم الاخضر مشهور عندك في الصيدليه، دوت فيه البنزيدامين. وده انتي انفلاماتوري. عندي بعض الدراسات small trial involving benzamine is as gargle كغرغرة resulted in significantly greater relief of pain compared with placebo. significantly greater relief يعني فعلا النتائج بتاعتها كويسة على الرغم من ان الدراسة صغيرة ومعمولة سنة 2000. Similar results were shown in another study comparing mouth spray containing benzamine to placebo. برضو عندنا دراسة تانية في 2010 وقالت انه هو فعلا بيدي نتائج كويسة جدا. والحقيقة يعني انا جربته واديته للمرضى كتير. البنزيدامين اللي موجود في الطنطم الحقيقة من الحاجات الكويسة جدا جدا، خصوصا لو استحلاب. خصوصا لو استحلاب. والنقطة دي هنجيلها ليه الاستحلاب افضل من ليه الاستحلاب افضل من السبراي او الرش او الغرغرة. هنجيلها دلوقتي. طيب بعد كده عندي الانالجيسكس. الانالجيسكس اللي هي يعني مسكنات بشكل مباشر دايركت كده، احنا بندي حاجه مسكنه. زي ايه يا دكتور؟ زي ايه المسكنات؟ والله كل سيستميك زي البارستامول، زي الاسبرين، الايبوبروفين، كل العيله بتاعت النون ستيرويدال انتي انفلاماتوريز شغاله، يعني مفيش اي مشكله فيه. عندي there is good evidence
to indicate that simple systemic analgesics is effective in reducing the pain. بطبيعة الحال ألم فأي مسكن هيقلل طبيعة الحال. وبيبدأ يقول بقى إنه في دراسة اتعملت في سنة 2000 reviewed treatments other than antibiotics for sore throat. They identified 22 trials 13 of which involved، يعني بيقول برضو في دراسات كويسة اتعملت involving ال NSAIDs وال paracetamol found that both primary ibuprofen طبعا يعني هو أشهر واحد both NSAID and paracetamol were effective. خلاص، فانت ممكن تطلع ده او ده. يعني جاي لي مريض بسور ثروت، ممكن اديله غرغره فيها كلورهكسيدين، ممكن اديله لازنجز او استحلاب زي التانتوم، ممكن اديله حاجه زي البنزلكونيوم اللي موجود في الزورا سي، ممكن اديله انالجيسيك بشكل مباشر ومسكن زي الايبوبروفين او البارستامول. اوكي، كل دي اوبشنز انا ممكن اطلعها. وهنا بقى بيدخل جانب الايه، الكروس سيلينج. برافو عليك. However, the authors noted that patients took the medication regularly. في نقطة مهمة قوي هنا بقى. لا، أنا عايز أعلم على دي كده باللون الأحمر هنا وأقول لك إيه. الدراسة اللي اتعملت ولقت إنه المسكنات دي فعالة جدا مع الناس اللي بيجي لهم سور ثروت، لقيت ملاحظة مهمة قوي، إنه الناس دي البيشنتس دي took the medications regularly okay in the study, not on as needed basis. يعني المريض بياخدها بانتظام مثلا كل 8 ساعات وليس عند اللزوم. كون ان هو بياخدها بانتظام ده بيكفر عدد ساعات اطول، فبيقلل الاعراض بشكل افكتيف اكتر، وكمان بيديني انتي انفلاماتوري افكت احسن لما باخدها بانتظام. ماشي. And this should be stressed to patients presenting with sore throat. ركز مع الناس اللي جايين لك بسور ثروت انه لما تديله مسكن ما تقولوش عند اللزوم، قول له 3 مرات بعد الاكل. يعني خليك محدد، طبعا حسب الدواء، دي مش قاعده ثابته يعني، عشان ما حدش ياخد الكلمه دي انه 3 مرات بعد الاكل اي مسكن، على حسب المسكن اللي انت مطلعه ايه. بعد كده عندي نوع من الاستحلاب الحقيقه مش موجود عندي في مصر، انا ما شفتوش قبل كده، اسمه الفلور باي بروفين. اوكي، على كل حال لو موجود في احد الدول العربيه، لو حد بيتفرج عليا من دوله غير مصر، الفلوبروفين لازنجز استحلاب برضو لقى نتائج كويسه، بيقلل الالم بطبيعه الحال اللي ناتج من السور ثروت. However, the clinical significance of the benefit is uncertain and comparisons with active treatments are lacking in review. يعني عندي بعض الدراسات اللي ممكن تشكك في فاعلية هذه المادة، ولكن على كل حال لو موجودة عندك في الماركت أو في السوق بتاعك فهنعتمدها، يعني توكل على الله. الحاجة اللي بعد كده هي الأسبرين and salt water gargles. هناك في انجلترا بيعملوا ايه، بيجيبوا الاسبرين ويطحنوه ويدوبوه في شويه ميه ويتغرغروا بيه. اوكي، عندنا في مصر بنعمل حركه زيها كده غريبه جدا، ان احنا بنجيب كيس الكتافاست ونفتحه ونحطه في الميه ويتغرغروا بيه او يتمضمضوا بيه، حاجات عجيبه جدا. والسولت ووتر طبعا الغرغره بميه بملح برضو من الحاجات المشهوره يعني. طيب بيقول ايه بقى، بيقول الجارجلينج with aspirin or salt water is a common lay remedy. دي حاجه مشهوره عندهم مش عندنا الحقيقه الميه بملح، الغرغره بميه بملح ممكن تكون مشهوره شويه. ما عنديش اي دراسه بتدعم الكلام ده، ما عنديش اي دراسه بتدعم الافكتيفنس الفاعليه، لكن لحد ما يطلع دليل ان شاء الله او يتعمل دراسه هو بيقول ده should not be recommended. وانا هنا بقى في كده واقفه واقول ما تعملش ده مع الاسبرين اللي بيتدوب في ميه ويتمضمض ونتغرغر بيه والكلام ده، لكن مفيش مانع ان انا اعمل ده مع ميه بملح، شويه ميه بملح كده واتغرغر بيهم، مفيش مانع. اوكي طيب، بعد كده بقى بعض النصائح العامه في موضوع هات لي يا سيدي اللون البربلاوي الجميل بتاعنا. ولا راح اللون البربلاوي الجميل؟
طيب على كل حال انا مش فاكر هو كان فين اللون بتاعنا، بس هو كان لون جميل انا بحبه قوي. يلا مش موضوعنا، هنبقى نجيب اللون بعدين. ال practical prescribing and product selection، بعض النصائح المهمة جدا بقى عند اختيار الأدوية وعند إن أنت تخرج دواء معين. خلينا يعني نروح على النقاط الأساسية. أول شيء اللوكال انستيتكس. لو هتطلع حاجة لوكال انستيتك مخدر موضعي زي الليدوكاين والبنزوكاين. All local anesthetics have short duration of action. من المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها، كل الحاجات دي ليها short duration of action. يعني ايه؟ يعني بتترش ساعة ساعتين وخلاص تأثيرها بيختفي تماما، ممكن أقل من كده كمان، فليها short duration of action. Frequent dosing is required. لازم تنبه على العيان ان هو هيستخدمها مرات كتير، يعني كل ساعتين تقريبا ممكن يستخدمها. To maintain the anesthetic effect whether formulated as lozenges or spray. سواء هتستخدم كسبراي رش او كاستحلاب، في الحالتين هنحتاج تتكرر كتير. خلاص. They appear to be free from any drug interactions. ما بتعملش اي drug interaction. Free from drug interaction دي ميزة كويسة. Have minimal side effects. آثار جانبية قليلة جدا جدا. Can be given to most patients including pregnant. تمام. آمن في الحمل، آمن في البريست فيدنج، حمل ورضاعة شغال معانا، خد بالك. A small number of patients may experience hypersensitivity. دي هنعلم عليها بالأحمر هنا. hypersensitivity reaction. الحقيقة عدد منخفض جدا 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 ممكن يحصل منه hypersensitivity أو تحسس من مادتي الليدوكاين أو البنزوكاين. Though it appears to be more common with benzocaine. ده اللي ممكن أكتر شوية يحصل موضوع التحسس ده. Owing to differences in chemical structure والكروس sensitivity is usual. هنا بيقول لأنه طبعا الليدوكاين شبه البنزوكاين، فلو حد عنده حساسية من البنزوكاين ما تديلوش برضه الليدوكاين، لأنه الاتنين شبه بعض في التركيب الكيميائي. اوكي. طيب ايه تاني. نروح على الجدول سريعا برضو. الجدول ده مجمع كله. ماشي. الجدول هنا بيقول انه الليدوكاين هيستخدم من عمر قد ايه؟ اكتر من 12 سنة. البنزوكاين الاستحلاب اكتر من 3 سنين، والسبراي اكتر من 6 سنين. حد يجي يقول لي يا دكتور ده البي بي سي دوت بيتاخد لكل الاطفال الصغيرين. هقول لك غلط غلط غلط. انا اصلا عندي تحذيرات شديدة اللهجة من الاف دي اي على استخدام البنزوكاين او الليدوكاين، وبالتحديد الليدوكاين بالاسم، على الاطفال اقل من سنتين، لانه قد يسبب في حالات نادرة الموت للاطفال. ما تستخدمهمش على اطفال اقل من 3 سنين رجاء. طيب طبعا زي ما قلنا كده ممكن يسبب سنسيتايزيشن، يعني ممكن يعمل شويه تحسس. مفيش انتراكشنز، مفيش اي مشاكل مع البريجنانسي والرضاعه. البنزيدامين او البنزيدامين اللي احنا ذكرناه اللي هو موجود في التانتم، افتكر ما تنساش دوت. كغرغره من اول 12 سنه فما فوق. طبعا من اول 12 سنه في الغرغره مش لانه ما ينفعش اقل من كده، لا هو ينفع اقل من كده بدليل ان هو بيستخدم عادي من 6 سنين. لكن الغرغره كاكشن، طفل صغير 6 سنين 7 سنين ممكن اصلا ما يعرفش يتغرغر، ممكن يشرق. ولذلك بنقول بعد ال 12 سنه. خلاص. الاورالينس الغرغره ممكن تعمل ستينجنج، احساس بالشكشكه كده في الزور. الحقيقه يعني انا شخصيا جربت طنطم قبل كده، كان بيعمل احساس بالتخدير. انا مش حاسس بسقف زوري لما استخدمته. اوكي. برضو ما فيش اثار جانبيه وما فيش اي مشاكل. ومع الستات الحوامل والرضع برضو ما فيش مشكله لغايه الاسبوع رقم 30. في الاخر خالص اخر شهرين ما تديهوش، غير كده ما فيش مشكله. الفلور بايبروفين مش موجود عندنا دوت برضو بعد 12 سنة، مفيش منه مشاكل كحساسية، مفيش دراج انتراكشنز. لكن خلي بالك مع المرضى اللي عندهم بيبتيك ألسر، وافويد في الحمل والرضاعة. يبقى ده الوحيد اللي فيه عليه ايه، نقدر نقول يعني خلي بالك. خلي بالك الثلاثة اللي فوق يعني تمام ان شاء الله مفيش مشكلة. طيب عندي برضو بعض النصايح الهنتس كده، بس هنرجع لها في الاخر لما نختم الكلام اللي هنا، لانه حاسس ان الكلام بيتكرر تاني. هو احنا فوق هنا كان اتكلم على ايه؟ احنا كنا بنتكلم على الليدوكاين والحاجات دي. طيب هو هنا بقى بيتكلم على ايه؟ نفس النقاط. خلينا نقول ده الليدوكاين سبراي والبنزوكاين، وتحت هنا هنتكلم على البنزيدامين والفلور. ماشي.
واحده واحده كده. اهم النقاط السريعه اللي تهمنا بالنسبه للليدوكاين، خلينا نقول انه الدوزنج بتاعه ال 2% برودكت اللي هو اوريدي موجود عندنا في الصيدليات، ال 2% بتكون كل 3 ساعات، الجرعه بتكون كل 3 ساعات والنيدد اب تو ماكسيمم اوف 6 تايمز بير داي، اقصى حاجه 6 مرات في اليوم. يبقى ممكن تتاخد كل 3 ساعات، لكن اقصى حاجه في خلال اليوم هي 6 مرات. الكام بخه بقى في المره؟ هل برش مره، مرتين، ثلاثه؟ الدوز 3 to 5 سبرايز. خلاص، الدوز 3 to 5 سبرايز، يبقى من 3 إلى 5 بخات كل 3 ساعات بحد أقصى 6 مرات في اليوم. ده بالنسبة للليدوكاين سبراي. بالنسبة للبنزوكاين اللي هو زي ما قلنا موجود في البي بي سي سبراي. Unlike الليدوكاين، البنزوكاين كان بي given to children. قلنا النقطة دي إن هو ممكن يتاخد مع الأطفال، وقلنا إن هو من أول عمر إيه؟ 3 سنين and older. خلي بالك من أول 3 سنين فما فوق. الاستحلاب لوزنجز ال 5 مللي جرام، يعني احنا اصلا ما عندناش لوزنجز الحقيقه، لكن لو موجود استحلاب بيكون كل 3 ساعات، واعتقد نفس الكلام بيحصل مع السبراي. الادلت والكبار ممكن ياخدوا لحد 8 مرات يوميا، ممكن كل ساعتين every 2 to 3 hours ممكن يتاخد. الأطفال بعد سن الست سنين ممكن ياخدوا السبراي اللي هو أصلا اوريدي موجود عندنا، السبراي for which the dose is one spray every 2-3 hours. يبقى هنا one spray، هنا بخة واحدة، رشة واحدة بس كل ساعتين إلى 3 ساعات، أقصى حاجة 8 مرات في اليوم. والأدلت دوز بالنسبة للكبار 3 بخات، 3 سبراي، وبرضو repeated every 2 to 3 hours. خلاص، يبقى ده بالنسبه للجرعات بتاعه الليدوكاين والبنزوكاين. الانتي انفلاماتوريز زي البنزيدامين، ايه المعلومات الخاصه بيها؟ الغرغره بتكون طبعا بالكبار والاطفال اللي فوق ال 12 سنه عشان يعرفوا يتغرغروا كل ساعه ونص الى 3 ساعات every 1.5 hour to 3 hours when required. It occasionally ممكن تسبب الستينجنج اللي لسه ذاكرينها من شويه دي. ايه تاني؟ ممكن تتخفف بميه، كان بي diluted with water. لو حسيت انه الغرغره شديده على الزور، يعني مش قادر تستحملها، طعمها مر جدا او بتسبب احساس الشكشكه ده بشكل مزعج، خففها. بالنسبه للسبراي احنا ما عندناش سبراي، بس هي زي الغرغره بالظبط، كل ساعه ونص الى 3 ساعات. for those اقل من 6 سنين the number of sprays بيكون حسب الوزن بتاع الطفل. for those aged 6 to 12 years it's 4 buffs، 4 بخات لو احنا عندنا سبراي من عمر 6 سنين ل 12 سنه. بس الحقيقه انا ما شفتوش عندنا السبراي. in adults 4 to 8 puffs، من 4 إلى 8 بخات. لو نزل عندنا في السوق المصري ربما ينزل في يوم من الأيام تبقى احنا عارفين، أو نبقى نرجع لها لو احتاجنا يعني المعلومة. 4 to 8 puffs can be used. الاستحلاب اللي هو 3 مللي جرام ده للأدلت بس، اللي هو التانتم استحلاب، ناقص جدا الفترة دي، يا رب ينزل برضو. is for adults and children over the age of 6، من بعد 6 سنين. الجرعة ان هو ياخد استحلاب حباية واحدة 3 مرات في اليوم، حباية واحدة 3 مرات في اليوم. الفول فلور باي بروفين هي موجودة عندهم تحت بالاسم ده الاسم التجاري بتاعها. دي بتتاخد للناس فوق 12 سنة، سواء كبار يعني أي حد فوق 12 سنة. الدوز هي واحدة فقط كل 3 إلى 6 ساعات، ماكسيموم 5 استحلابات في ال 24 ساعة. كونترا انديكيتد للناس اللي عندهم بيبتيك ألسر، كونترا انديكيتد هنا، ماشي خلي بالك. must be avoided last trimester، آخر 3 شهور في الحمل تجنبها. مفيش مشاكل في الحمل. patient أي مريض عنده حساسية من الأسبرين اعرف إن هو هيكون عنده حساسية من الفلور باي بروفين. آخر حاجة هنختم بيها هي الجدول ده اللي فيه الهنتات السريعة. الهنتات السريعة بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان احنا علشان نقلل الاعراض بتاعه السور ثروت بنعمل ستيميوليشن للسلايفا برودكشن، بنحفز انتاج السلايفا. وده بيحصل عن طريق ان احنا مص اللوزنج اللي هي حبوب الاستحلاب، والباستيليا اللي هي الحبوب الكراميلا اللي هي الستريبسلز وكده. promotes السلايفا برودكشن، بتزود انتاج السلايفا which will lubricate the throat،
بتلين وترطب الزور وتعمل لي سوذنج اكشن، احساس ملطف. ولذلك هي دي الوظيفه الوحيده اللي انا اعرفها للستريبسلز، وانا شايفه بصراحه اوفر. يعني هو غالي جدا على افكت ولا حاجه، ولا حاجه خالص. يعني طنطا مخضر برقبته. بس ما علينا. بالنسبه للجورجلز، للغرغره، ولا يعني احنا بنحط الاتنين قصاد بعض، غرغره ولا استحلاب، ايه الافضل؟ طبعا الغرغره have a very short contact time. الغرغره ما بتقعدش حاجه، يعني ما بتقعدليش، يعني انا بتغرغر ما بكملش دقيقه، بتغرغر وبخرج اللي انا بتغرغر بيه. الكونتاكت تايم، الوقت بتاع تلامس الماده الفعاله مع الحلق والزور، قليل جدا. لكن في الاستحلاب، اللوزنج or الباستيل is preferable because contact time will be longer. وقت الاتصال بين المادة الفعالة والالتهاب او الزور الملتهب بيكون اطول طبعا وانا بستحلب حبوب او حباية او باستيليا او كده. البنزيدامين اللي هو عندنا اسمه تانتم، عمال اعيد نفس الكلام. المانيفاكتشررز بينصحوا انه بس ده في انجلترا، يعني انا ما شفتش النصيحه دي عندنا في مصر، ولكن هنعتبر الاثنين واحد. انه بيقول لك حافظ على العبوه بعيدا عن ضوء الشمس، وهم عاملينها في عبوه لونها بني غامق علشان برضه ما تتعرضش خلي بالك ايه، دايركت سان لايت، ضوء الشمس المباشر، مش اي ضوء، مش ضوء اللمبه. even though the stability is not known to be affected by sunlight. يعني على الرغم من ان احنا عارفين ان الستابيليتي بتاعت المنتج وثبات المنتج ما بتأثرش اصلا بضوء الشمس، ولكن هم قالوا التعليمات دي فهنلتزم بيها على كل حال، مش خسرانين حاجة. بس كده يا سيدي، إلى هنا يكون انتهى الجزء الخاص بالسور ثروت. نسأل الله نسأل الله في عليائه انه احنا نكمل الكتاب على خير. انا عارف ان انا بتأخر جدا، ولكن اعذروني والله لضيق الوقت وكثرة المشاغل. يعني انا بسجل التسجيل دوت في رمضان، وانا سامع بوداني قرآن الفجر، فيعني انا يا دوب الحق اروح اتسحر. فدعواتكم ليا، ربنا يبارك لي في وقتي كده، ويعني نشرح الكتاب كله بإذن الله. شكرا لكل الناس اللي كملت الفيديو للآخر، يا مجتهدين ويا شاطرين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب. الى اللقاء.